السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عزيز إجراتي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك. في هذا الخبر موقف محرج لا يحسد عليه، ذلك الذي وجد نفسه فيه المعلق الجزائري بقنوات بي إن سبورت حفيظ الدراجي بسبب موعدة شديدة دراجي. وخلال فعالية منتدى الحوار الذي تنظمه الجزائر، تلقى كلاما محرجا في قالب استفساري من الداعية الجزائري أحمد موسى عزوزي. وطلب أحمد موسى من الدراجي أن يستحضر وقع وخطورة الكلمة والرسائل التي يوجهها إلى متابعيه بالنظر إلى شعبيته العريضة. الداعية الجزائري وفي تنبيه وتحذير للدراجي من خطورة خطابته اختار كلمات موترة، وشدد الداعية الجزائري على أن حفيظ الدراجي سيلقى الله وعلى عاتقه أوزارا ثقيلة، محذرا إياه من خطاباته التحريضية والتهجمية المتسببة في زرع الفتنة بين متابعيه. وذكر أحمد موسى دراجي إلى أنه سيسأل عما يقول يوم القيامة، منبها إياه بأنه لن ينفعه مركزه أو رئيسه ولا أي شيء غير ما قدم بين يدي الله. وفي جوابه عمل الدراجي على الرد بدبلوماسية، مستخدما عبارة تصب في خانة الوطنية ونصرة الوطن دون أن يجيب عن صلب السؤال الشيخ أحمد موسى عزوزي. شكرا على مشاهدة الفيديو، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة مهم جدا، وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد.